بس ابو محمد الاردني. المدرب شنو اسلحته؟ اسلحته اللاعبين. المدرب بعد المباراه يروح يطلع بالمؤتمر يقول انا ما اتحمل المسؤوليه، اللاعبين هم ما يتحملون المسؤوليه، ما طبقوا الواجبات اللي انا ردتها. شنو الواجبات اللي انت ردتها؟ زين انت الاردن عزلك، انت تشوف 45 دقيقه عازل جهه اليسار ويخليك تبني من جهه اليمين وانت تلعب طويل. هذا شغلك انت مدرب، مو شغل لاعبين. فانك انت ترمي الكره بملعب اللاعبين وتقول اللاعبين ما طبقوا واجباتي، انت شغلك كمدرب انك تغير من طريقه اللعب، انك انت تجد الحلول. اللاعب المو زين، وانا كنت اقولها من اول يوم، اقول احنا المنتخب العراقي عباره عن ايمن. متى ما تواجد المنتخب العراقي. اليوم ايمن في مباراه الكويت ايمن ما لعب، ما ظهر المنتخب العراقي، صح ولا لا؟ ما كان موجود في المباراه. اليوم ايمن موجود، انعزل ايمن، واضح انه تم تبديله ونشأت، صح ولا لا؟ صحيح. اليوم عزل ايمن، ايمن موجود داخل لذلك الفريق العراقي اعتمد على الكور الطويله حق ايمن. وانا هذا اللي دا اقوله ابو محمد. واحنا نقول ايش يعمل. بس ابو محمد الاوفر مبكر، يعني الاوفر المبكر ما عندي الا الحل الوحيد حق ايمن، نلعب له كور طويله. لا مو هو في هاي الحاله ايمن شو بده يتعامل؟ بده يتعامل بالتحضير، بده يتعامل بالهد، بده يتعامل لا مو هو. لا هو هسه احنا قبل شويه كنا نتكلم انا والكابتن خالد سلمان، وهذه احيانا المدرب يعطيك انطباع من يغير لاعب جناح وينزل لاعب وسط مدافع. احنا كلاعبين داخل الملعب شو يعطيك انطباع؟ تفهم انك تدافع طبعا. صح ولا لا؟ صحيح. انت اليوم من تلعب ثلاثه محاوره، تلعب مع الاردن في ملعبك بين ارضك وبين جمهورك، والاردن حاسب لك حساب اكثر ما انت حاسب حساب للاردن. تلعب 4 وتلعب 3 محاور واثنين اطراف وواحد بالمقدمه، يعني شنو؟ تدافع. انا دافع، وانا اليوم فقدت اهم ميزه صناعه اللعب. انا خايف منك معناته. ايوه انا فقدت اهم ميزه صناعه اللعب. انه انت اليوم عندك اول خطا يوسف الامين على دكه الاحتياط. يوسف الامين اكثر لاعب هو وابراهيم بايش لعبوا بكل اللاعبين. انت اليوم في هذه المباراه تحتاج اللاعب اللي لاعب جاهز بدنيا، مو علي جاسم نزل في مباراه كوريا غير لك اللعب ب 30 دقيقه، بالشوط الثاني نزل غير من شكل الفريق. تحتاجه علي جاسم، مو قادر يعبر واحد، لانه لاعب بعده صغير. اللاعب ما دا يلعب مع ناديه كلاعب اساسي، ما دا يلعب حتى لو يلعب مع الرديف، لكن التيمبو مع الرديف يختلف عن مع الفريق الاول. صح. فانت اليوم تحتاج اللاعبين الاجهز. انت اليوم من تلعب ب3 محاور اليوم اهم لاعب واحسن لاعب في المنتخب العراقي منه، والكل اشكال عليه، سعد عبد الامير. صحيح. سعد عبد الامير 34 سنه 35 سنه اعتقد، لاعب بخبرته، عرف كيف يقود المجموعه. لكنك انت تلعب الاصرار انك تلعب ب3 محاوره، هذا خلاص يعطي انطباع لكل اللاعبين، مثل ما احنا سوينا في مباراتنا مع اوزبكستان في الشوط الثاني. بالضبط. سؤال لك نشأت، سؤال حق نشأت. احنا من 2007 بعد كاس اسيا اللي حققتوه انتم، اي نعم، صار دروب كبير مليون بالمية للفريق العراقي طبعاً. صح؟ صحيح. سنوات طويله من جه هذا المدرب الاسباني كاساس رجعت شوي الكره العراقيه فاحنا ما نبغى نظلم، ما نقول ان تم اعطاء كل حاجه، بالعكس معه رجعت الكره العراقيه، رجع الفريق العراقي اخر موسمين. انطيته حقه قبل لا احكي، صح ولا لا؟ شنو قلت؟ فهو يعني هو يعتبر هو جيد، لا ما يخالف. انا قلت حقق نتائج جيده صح، وسوى ارقام زينه وما استقبلنا اهداف زينه. بس انا اشكالي انه احنا ما عندنا هويه. احنا هويتنا فقط ايمن استقرار في الهويه، استقرار في التشكيل، استقرار في الهويه. اليوم الهدف الاول مال قطر شلون صار؟ لولا الانسجام بين المعز واكرم عفيف صح، ما راح يصير الجول. الهدف الثالث شلون صار؟ لولا الانسجام بين خوخ ابو علام واكرم عفيف. يعني شنو هسه تريد تقنعني انا كلاعب، تقنعني انه سولفوا قبل لا يشوت الكره اكرم قال له انا راح العب لك اياها هنا وانت لو هذا خلص، هذه نظره عيون، تعود انك انت تروح انت راح العب لك امكانيات، صح ولا لا؟ طبعا. انا هذا اللي احكي عليه. انا اقول متى ما كان في انسجام في المجموعه، متى ما كان عطاء افضل أحسن. بس في النهايه متى ما كان في انسجام، المدرب هو الذي يصنع الانسجام طبعا، لما يلعبون مع بعض طبعا. احنا من مباراه كوريا بس من مباراه العفو من مباراه الكويت لمباراه كوريا 6 لاعبين. حلو. فلسطين من مباراه فلسطين المباراه كوريا 5 لاعبين. من مباراه الاخيره اللي لعبناها ويا كوريا اللي اليوم 4 لاعبين. يعني كان على كم مجموعه تقريبا 14 لاعب. تغيير مستمر. سؤال هسه انا دوخني والله صراحه، دوخني. يعني مثلا جلال حسن وعنده حسين علي فهد طالب حارس ثاني،
وحسين علي حارس ثالث، جلال ينصاب، ما يستخدم ذول الاثنين، يجيب لاعب ما موجود بالقائمه يلعبه اساسي. هاي خطا. انا هذا اللي اشكل عليه، انا هذا اللي اشكل عليه، رغم انه احمد باسل اليوم كان مميز، كان جيد في المباراه. تتكلم على الانسجام، ما تتكلم على ميزه لاعب. بالضبط، هم مميزين اكيد. بالضبط، انا هذا اللي اطالب فيه، مع الدعم اللي موجود عندك والمعسكرات اللي عندك. ترى بالمناسبه المنتخب العراقي من المنتخبات القليله اللي ياخذ 10 ايام. ترى المنتخب الاماراتي هاي المباراه الوحيده اللي اخذوا يمكن 7 ايام، قبل كانوا 3 ايام يدخلون للاجواء، يدخلون للمباريات. المنتخب العراقي دائما يوقف، والمنتخب القطري يوقفون 10 ايام وبعدين يدخلون للمباريات. هذا صح ولا غلط؟ لا صح للمدرب إله، يعني زين، يعني طبعا إله زين. احنا ابو جاسم، انا اشوف خالد مش صح. انا خالد انا اشكلت على مدربنا انه عطى الفريق 10 ايام. يعني احنا لو لاحظنا احنا لعبه الانديه القطريه الاسيويه واخذنا بريك، يعني قبلها ايضا ب4 ايام وقفوا وخذوا لعبوا الاربع الانديه في الاسيوي، وبعدين عملنا بريك اسبوع للمباراه اليوم. لو لاحظنا الدوري السعودي لعبوا الاسيويه ورجعوا بعدها بيومين لعبوا جوله الدوري. لو لاحظت الدوري الاوروبي والدوريات الاوروبيه كلها لعبوا ليل اول امس وهم يلعبون، من 3 ايام وهم يلعبونها. فالفتره الطويله خالد انا اعتقد يعني لها سلبيات حقيقه. يعني لما الفريق يجي من جوله ويلعب عقب 4-5 ايام من المباراه بيكون على نفس الرتم مع نفس الانسجام، لكن يروح ياخذ له ريلكس 10 ايام راحات راحات راحات، يعني يتكيسل لاعبنا. زين شنو لعبتنا لازم تحطهم كله. اوكي انا مع الاستعداد الطويل في بدايه المعسكرات، اوكي خالد، لكن بين مباراه ومباراه اعطي كل مباراه اعطيها 10 ايام 15 يوم، هذا خطا. ابو محمد العب اسبوع الثاني ادخل الجوله الاسيويه. اما ال10 ايام و15 يوم خاصه لعيبتنا خالد يصير عندهم خمول، كسل، اجازات، راحه، مش عارف ايش، ما يصير هاي ينزل بالرتم. اضيف لك زين بس دقيقه ابو حتى تكمل. لا ما عندي شيء، ما عندي ان شاء الله تتفق معي بس مو مداخله. لا متفق. ابو محمد شنو رايك البارحه المدرب مسوي وحدتين تدريبيه؟ خطا. الصبح تمرين والعصر تمرين. خلنا اضيف لك نقطه خالد. المشكله اللي استوت